فطرت فين اجمل وارخص فطار اوبن بوفيه؟ واحده من اجمل الحاجات اللي بتحصل في مصر في رمضان وهي الفطار الجماعي، سواء في الشغل او بين الاصدقاء او بين الجيران. شهر رمضان فعلا كان مختلف معانا، بدانا بفطار الازهر الشريف وبعدها اطول فطار في الشيخ زايد، وفطرنا يوم في مدينتي، واخر حاجه هو فطار مع الجيران. وزي ما قلنا دي حاجه من الحاجات اللي بتميز مصر، وهو ان الناس دايما بتحب تتجمع وتشارك كل حاجه مهما كانت المناسبه. وعشان كده رمضان في مصر حاجه تانية. الجيران وصلوا مكان الفطار قبلها بساعه، وبدات الشيفات يجهزوا اصناف الفطار ديت كلها، لحوم وفراخ وديك رومي ولحوم بارده وكل المقبلات والسلطات الجميله ديت. بعدها بدانا نحضر الاطباق بتاعه الاكل، علشان بعدها المغرب يأذن ويبدا الجيران يفطروا مع بعض في اجواء رمضانيه جميله جدا. بعد الفطار كمان كان في شو مصري جميل. الفطار ده كله كان قيمه الفرد فيه 150 جنيه، وزي ما قلنا دي حاجه من اجمل الحاجات اللي بتميز مصر في رمضان، وهي التجمعات سواء بين الاهل او الاصدقاء او الجيران. بسيطة وفرحانة كل القلوب الخير فيها.